هو يتعلق بالجمع العام المرتقب يوم 12 مارس بالقاهره ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. الدكتور منصف رياضي بدات بالكواليس، واكيد على انه يمكن في موريتانيا كان واحد مجموعه ديال اللقاءات هامشيه بين يعني رؤساء الاتحادات الافريقيه الى غير ذلك. كتوقع يكون جمع عام عادي، خاصه انه التزكيه موجوده ديال الرئيس كتبقى غير يعني الاعضاء ديال المكتب التنفيذي وايضا الاعضاء اللي غيمشوا ليه. نعم، اعتقد بان الامر ان المغرب ولله اصبح ليس متحكما في دول الكاف، ليس بالمنطق الذي يتحدث عنه الجزائريون. المغرب لديه قدره على انه يفرض نفسه. في هذه الجريده تجد 4 صحفيين بنفس المستوى بنفس الاجر وبنفس الشهاده، لكن احدهم فرض نفسه، استطاع ان يكون متالقا. هل نلومه على تالقه؟ هذا هو الذي يقع بالنسبه للكاف. المغرب من خلال تواجد السيد فوزي القجاع تمكن من ان يفرض نفسه كشخصيه كاريزماتيه قادره ان تكون قائده وقد تكون لها قوه اقتراحيه. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني هو انه بالنسبه للانتخابات المقبله ربما الامور مفهومه، لكن هناك مشهد كاريكاتيري ربما حدث بخصوص عضو ولي صادي. شخصيا معطيات تابعتها مباشره، وهي عندما كان هناك مؤتمر في اديس ابابا. اديس ابابا الطرف التونسي نسق مع المغاربه من اجل دعمهم في حملتهم لترشيح عضو من تونسي للكاف، لكن بالنظر الى العلاقات السياسيه المتواجده بين قيس سعيد وعبد المجيد تبون، وايضا نظام المساعدات التي تقدمها الجزائر مقابل مصالح اخرى مع تونس، تم الرضوخ الامر. واقول لك يعني بشكل دقيق جدا واتحمل مسؤوليتي في ذلك، بانه تم التواصل مع الطرف العضو التونسي المرشح جنيح ليله قبل انتهاء الاجل، وتم اتصال مباشر بينه وبين قيس سعيد وقال له هذه مصلحه البلاد من اجل صعب ترشيحها ويترك المجال مفتوحا امام وليد صادي، لانه تلك المنطقه منطقه شمال افريقيا هناك ترشيحات هم الفيفا لا علاقه بها، لكن هناك مقعدين. المقعد الاخر صار في طريق الشلماني بحكم انه بصدد تجديد ولايته، انه ولايته انطلقت منذ سنتين وستنتهي في 2029، في حين يظل مقعد واحد وكان سيكون محل صراع بين تونس والجزائر. الجزائر اختار طريقا غير ديمقراطي، طريقا ربما شعبويا في البحث عن مقعد باي طريقه كان، حتى لو تطلب ذلك، ربما الخروج عن ما هو رياضي. اذا وليد صادي في المكسب الكاف ممتاز. المغرب يتطلع كبيرا وهو مرشح بشكل كبير ان يكون في الفيفا، وبالتالي لديه عضويه تلقائيه في الكاف. هنا حتى اريح الاعلام الجزائري. الاعلام الجزائري يعتقد بانه فقط ان تكون عضوا في الكاف فهي نهايه المطاف، وبانه انتصر. الاشاره قد تكون عضوا في الكاف ولا تكون مؤثرا، بدليل انه كم هناك عضو في الكاف لا نسمع عنه اي شيء، هناك اعضاء لا نعرف عنهم اي شيء، وبالتالي قد تكون عضوا في الكاف وستكون الطامه الكبرى اكبر. لماذا؟ عندما الجزائر غائبه عن تنفيذ الكاف هناك انتقادات انه الكاف غير موجوده في الكاف، انتقادات انه الجزائر غير موجوده في الكاف. الان ان تكون موجوده ولن تكون مؤثره، لانه ليس لا يكفي ان تكون موجودا حتى تكون مؤثرا. اذا هي ربما اشياء تتم بطريقه اخرى عكس ما يعتقد الاعلام الجزائري على انها يكفي ان تكون حاضرا، بل البعض كما ستاتي لاحقا يتحدث بانه عن قوه ناعمه، لكن ربما يتحدث عن اشياء لا يدركها جيدا. سي بدر الدين، بنظرك الجزائر ترضى بهذه الطريقه هذه؟ الكاف يعني جنيح ينسحب، كاين كوارث سياسيه بين تونس والجزائر، يدخل وليد الصادي بهذه الطريقه اللي هي ماشي طريقه ديمقراطيه فولكلوريه، ماشي طريقه ديمقراطيه، ماشي طريقه انتخابيه غير ذلك، يعني من اجل الحضور فقط، لان فوزي القجاع موجود داخل الكونفدراليه الافريقيه، ويتهمون جاء بانه هو الذي اختطف الكاف، هو المؤثر، هو الذي يسير، هو الذي يدبر الى غير ذلك من تفاهات الجزائريين. لا شوف، دابا الان النظام الجزائري يريد ان ينقل المعركه الى الكونفدراليه الافريقيه، ويجب ان نفهم انه اليوم عندما نتظلم ازاء محكمه التحكيم الرياضي على التدخل السياسي السافر في الامور الرياضيه، اليوم التواجد الجزائري في الكاف هو منظومه سياسيه مغلف مشتغل عليها. طيب انا ساتكلم معك عن الابعاد، لانه في اعتقادي اكثر من وجود شخص على مستوى المكتب التنفيذي، وزميلي منصف قال كم من عضو موجود في المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه ولا يقدم ولا يؤخر، وكم من عنصر ربما يمثل بلدا ما عندوش قوه كرويه وهو قائد. ويمكن نعطيك مثال. اليوم شكون هو رئيس الاتحاد الاوروبي لكره القدم؟ سلوفينيا. الكسندر تشيفيري من سلوفينيا. شكون هي سلوفينيا في المنظومه ديال كره القدم؟ ولكن الرجل قوي. اذا الفرق اللي كاين بين المغرب والجزائر بحال اللي كاين الفرق في واحد المستويات كثيره بزاف، وهو اننا احنا كمغرب نمأسس لاي تواجد قاري او دولي. ممتاز. بمعنى نقعده ونعطيوه واحد الفلسفه باش نتواجدوا بشكل ايجابي. لانه ما كناش كنطلبوا فقط ان نصل الى المكتب التنفيذي للملاءه، ما كنا نعتبره مقعدا صغيرا، ولكن وصلنا الى المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لنفعل قرار دولة، سياسة دولة في رسم علاقة جديدة بما وراء الصحراء. العمق الإفريقي الذي تحدث عنه صاحب الجلالة وأبدع فيه نموذج مبتكر اليوم هو اللي وصل إلى ما يسمى اليوم بالساحل الأطلسي.
او الافريقي، يعني كان هذا هو الاساس علاش وصل فوزي القجع. اذا اليوم اذا كنت انت كجزائر كتشوفي في وصول وليد صادي بهذه الطريقه اللي انت سميتيها طريقه ما قلتي غير ديمقراطيه فولكلوريه او اختار لها من الاسماء ما شئت، ولكن وصوله شنو هو الاهداف، شنو هي الغايات؟ يبنى على انني غادي نوقف فوزي القجع، على انني غادي نقهر الجبروت ديال فوزي القجع، على انني وفي حين انه الرجل وضع الاساسات داخل المنتظم الكره، ماشي الافريقي الدولي ايضا، ومن خلاله المغرب، لانه مؤسس التواجد ديالو ماشي لشخصه لبلد. واعتقد على ان اليوم ما كسبه المغرب على مستوى المصداقيه والثقه من المنتظم الدولي الكروي الدولي والمنتظم الافريقي، نعم، راه اشتغل عليه لسنوات. اذا كانت الغايه ديال السي وليد الصادي، وهنا عاد يمكننا نذكروا اشنو يمكن له كاع يعمل، ولكن اذا كانت غايته الاولى في وصوله الى الكونفدراليه الافريقيه باش يدافع، نعم، على سمعه كره القدم ومصالح كره القدم الافريقيه، ولكن باش يوقف المد الخطير ديال فوزي القجع. وفوزي القجع كون بغى يتصدى وليد صادي اش غيعمل؟ ما غيمشيش للمجلس الفيفا، ما يمشيش للمجلس الفيفا، هلا غادي يجي الانتخابات ديال شمال افريقيا، وانا دا غادي نشوفوا شكون اللي غادي يربح. واش ما غتكررش الفوز الساحق اللي حققوا على رجل كبير مثل محمد روراوه 41 مقابل 7 ديال الاصوات. فبالتالي الامور واضحه جدا. الى جاي باغي يخدم كره القدم الافريقيه السي وليد صادي مرحبا به، يورينا شنو غيعرف يعمل. الى غيجي باش يوقف المغرب ويوقف فوز وانا غير تنقول لك سي ادريسي، كان واحد التصريح هنا كان داروا السيد وزير الخارجيه بوريطه في المؤتمر الاخير دار في اديس ابابا، دار واحد التصريح جميل جدا تبين المغرب انه تمشي بواحد الخطوات يرتقي بخطوات. عندما قال المغرب لا يبحث عن ان يكون رائدا في القاره الافريقيه، بل ان يريد ان تكون قاره افريقيا صاحبه الرياده، في اشاره الى انه لا اعمل لصالحه بل اعمل لقاره. هذا هو المفهوم ربما الذي خان وليد صادي، الذي يرى كما قلت بانه دخوله كافي لتغيير مجريات الصراع مع المغرب. لم يخنه تعبيره السي منصف. هذا عقيده مؤسسه عند النظام ديال البلد، لانه على تواصل مع رئيس الجمهوريه ديال عبد المجيد تبون. كل ما يفعله وليد صادي، لانه اليوم بقبعه رئيس الاتحاديه الجزائريه اعيد انتخابه ووزير ديال الرياضه، هو يعمل بالقبعتين معا وياخذ تعليماته مباشره. استنسخوه على لا اذا ارادوا ان يستنسخوه بغاو يستنسخوه القجع، ولكن للاسف. دكتور منصف، يعني ما كتشوفش بالنسبه للكاف، انا نعطيك السؤال اللي هو يا ربما خلق واحد النقاش في المده الاخيره، انا لا المكتب الحالي ولا المكتب الجديد ديال الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم على انه يجب ان يقوم بعمليه ديال التنديد والشجب بكافه الاشكال على الجزائر. علاش؟ اولا لانها تطاولت على حرمه وهبه الكان من خلال الاستعمال ديال الذكاء الاصطناعي، وانت تابعت جيدا فبركه مجموعه من الاخبار والتصريحات والمقاطع لغير ذلك عبر قنوات عالميه لطرح فقط فكره ديال سحب الكان من المغرب. وانت تابعتي افريكا فوت وفرانس 24 وتيلي افريكا. فرانس 24 درت عليهم حلقه كامله ساعه ديال المقاله، هما يعني جبدوا لهم الاسرار ديالهم، هما ديال داك الهاكر ديالهم الى غير ذلك. كتشوفش بانه اليوم الكاف خصها تكون حازمه وصارمه في مثل هذه الامور اللي كيقوم بها النظام الجزائري في حق الكاف نفسها. شوف عزيزي، انا اعتقد بانه الامور المغرب اقدر على انه يقوم بالمهام ديالو وما ينتظرش الاخر انه يقوم بهذه العمليه. نعم. نبدا معك بواحد القضيه بسيطه جدا، ونحن في معقل اعلامي جميل هنا بالمغرب. تصور معي انه في العالم باكمله وحتى ونحن ندرس بعض المواد في المجال الاعلامي هناك شيء اسمه وكاله الانباء الرسميه. وكاله الانباء الرسميه هي المرجع لاي شخص اجنبي ياتي الى بلد، لا يذهب الى الجرائد لانه يذهب الى الجانب الرسمي الذي يعطي اخبار الرسميه. وكاله الانباء كما عايشنا زملاء لنا في هذه الوكاله هم حريصون على كل كلمه وكل حرف، ويعرفون ويبحثون كثيرا قبل ان يمرروا ولو كلمه ولو فاصله. ماذا تجد عند الاعلام الجزائري في وكاله الانباء؟ كما لو انها صحف الرصيف تتناول قضايا المغرب، كما لو انه تدوين في الفيسبوك. نعم. تقذف المؤسسات المغربيه وفي حرمه المغرب. يكفي ان تقرا فقط بلاغا لوكاله الوكاله الانباء الجزائريه لترى بانه قمه
اسفاف وقمه السماجه في التعامل. هذا جانب. الجانب الاخر عندما تقول لي بانه هناك حرب على المغرب، انا يعني لا استغرب، الامر اصبح عاديا. الغرابه هو ان لا يهاجموا المغرب في الوقت الحالي، هذا هو هذا ربما هذا هو الاستثناء. الان عندما تقول اخبار مضلله، تقول بانه اخبار مفبركه، تضليل اعلامي، اعتقد هنا المغرب يجب ان يتحرك في هذا الاطار، لانه ليس مدعوا فقط لحمايه كاس افريقيا المقبله، وانما ايضا ان يتاهب لاستحقاقات مقبله. من خلال ماذا؟ اولا يجب ان تكون في المغرب منصه لمحاربه التضليل الاعلامي، وهذه تكون تابعه لتابعه لوزاره الاتصال الرقمي، ان تكون هناك ايضا هذا امر اساسي، وهو منصه لوقف الحرب السيبرانيه، لانه من هنا من الان فما فوق هناك حروب سيبرانيه كبيره بلغت حد انه ملتقيات دوليه كبرى تم اغلاق الابواب لانها تعمل بالانترنت فقط لخلق تلك الفوضى في تلك التظاهرات. اذا هذا جانب المغرب اقدر به وهو يعرفه جيدا. اذا مررت معي الى جانب اخر ومتعلق بالتشكيك في كاس افريقيا وفي الاجال الموضوع، اعتقد بانه الجواب كان بالامس في اجتماع تحت اشراف رئاسه الحكومه، ووضع تواريخ وقال بانه الملاعب تنتهي بين مارس وشهر غشت المقبل. هنا احيلك على امر. المغرب في علاقته مع كأس افريقيا، دفتر تحملات كأس افريقيا، تنظيم كأس افريقيا ماذا يشير؟ يقول بانه اي دوله تريد ان تنظم يجب ان يكون عندها ست ملاعب، ملعبان 15,000، ملعبان 20,000، وملعبان 40,000. هذا كل ما هو مطلوب. بالله عليك، هل كان المغرب محتاجا ليبني مثلا ملعب الامير مولاي عبد الله وان بيبني ملاعب اخرى، علما انه اذا افترضنا فقط الشروط المطلوبه في دفتر تحملات الكاف فهي موجوده سلفا. يكفي ملاعب بما فيها حتى بركان جديده وحتى بشكلها القديم تماما ولن يعاتبك احد. المغرب يريد ان يرسل رساله، ونحن كلنا تفاجأنا لا نذكر ذلك. يوم الاحتفال هنا بالمغرب عندما اعلن بانه لديه 9 ملاعب. ماذا الرساله التي يريد ان يوصلها المغرب؟ اذا كنتم تشككون طيله الشهور الماضيه بخصوص ملعب الامير مولاي عبد الله بخصوص انتهائه، انا اضيف 3 ملاعب اخرى بعضها لم يبدأ بناؤه وسيكون جاهزا بما فيها الملعب الذي ستلعب فيه الجزائر. إذن هي رسالة ليقول المغرب أنه قابل التحدي وقابل يعتمد على رجالته من أجل إنجاز أشياء، من أجل أن يعطي صورة أخرى طيبة لكأس إفريقيا. بدليل الإعلام الفرنسي، وأنا تابعته وحتى كانت في مقالات في لوموند وأيضا في الجرائد الفرنسية يتحدثون أنه كيف كأس إفريقيا ينظمها المغرب بنفس مونديالي عندما يتقدم ب9 ملاعب، وهذا تحدي نأخذه جميعا.